نحييكم تحية الأبطال، نحييكم ونحيي نضالكم، ونعاهدكم أيها الأخوة، ونعاهد كل الشهداء وكل الجرحى والمعتقلين بأننا سنمضي قدما مهما كانت التضحية من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب حتى ينتصر واستعادة دولته وتحرير وطنه واستقلاله بإذن الله. بالوقت الذي نحيي هذه الأبطال، لقد أحييتم هذه المنطقة، أحييتمها بعرقكم بجهودكم بنضالكم. أنتم أصحاب المستقبل، أنتم أصحاب القيادة إن شاء الله. أيها الأخوة الأبطال، باسمكم جميعا نحضر كل القوى التي تتآمر على شعبنا، نحضرهم من أي مسيرات تأتي من الجمهورية العربية اليمنية، ونقول لهم أنهم إذا كانوا انتصروا علينا عسكريا لا يمكن أن ينتصروا علينا سياسيا. لهم بعد هذه اللحظة ولا يمروا فوق ما جبنا، لن تسمح لهم على الإطلاق مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن. وأيضا نحذر أيها الأخوة، نحذر الأخوة الذين يحاولون يجروا من الانتخابات، أننا نقول لهم أن شعبنا لا يمكن أن يظل تحت الاحتلال، وأن الذين يحاولون ويتآمرون ويعملون من أجل هذه الانتخابات هم يريدون أن يدخلوا الاستعمار والاحتلال على أرضنا. بل ومستعدين لمقاومة هذه الانتخابات، وسوف نكسر صناديق ظروفهم مهما كان ذلك من ثمن. اننا ندعوكم ايها الاخوة، ندعوكم الى التلاحم والتكاثر والنضال من اجل التحرير والاستقلال. ليس هناك من طريق امامنا ايها الاخوة، ليس من طريق الا الصمود ان هذا الشعب الابي، الشعب العظيم الذي عودنا على التضحية والذي عودنا على الابداع والذي صنع التفاعل السلمي والذي صنع التصالح والتسامح، هو قادر ان يصنع اليوم نجدة ونصرة الى الابد ان شاء الله.